المحترم سامح حسين لف بالبرنامج بتاع قطايف على الدنيا كلها علشان خاطر حد يعبره ولا حد سأل فيه. شوف يا سيد الفاضل، لما ربك يقرر ان هو يتولى امرك خلاص ما بقاش قدامه غير اليوتيوب، قالك ننزل البرنامج على اليوتيوب وامرنا لله. وإذ بالبرنامج زي ما حضراتكم كلكم شفتوه عمل ترند وعمل طفرة غير عادية على جميع المنصات والسوشيال ميديا، وربنا كتب للبرنامج ده نجاح غير مسبوق. لأن البرنامج ده داخل على حوالي 1.5 مليار مشاهدة على جميع المنصات والسوشيال ميديا اللي نزل عليها البرنامج. الدولة هنا كمان لما عرفت بالموضوع كان ليها رأي آخر، زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا ان الرئيس بنفسه اتكلم على الموضوع ده. بقى مش عيب عليكم تعملوا كل البرامج الهزلية دي وبرنامج زي ده محدش يسأل فيه ولا ياخده يعرضه؟ ومن هنا كان القرار بان اتشكلت لجنة عشان تعيد هيكلة الاعلام والدراما المصرية. تخيل بقى يا مؤمن، بعد نجاح البرنامج بالشكل ده كل الجماعة المنافقين والأفاقين حبوا يركبوا على النجاح بتاع البرنامج زي ما حضراتكم شفتوا. الجهات اللي عايزة تصوره، والجهات اللي عايزة تكرمه، والجهات اللي عايزة تاخد البرنامج كمان عندها. طب ما كمل أول. في نهاية الموضوع بنقول للفنان سامح حسين ربنا وفقك، انت عملت شيء عظيم، وملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب.